أنا اسمي يوسف. دايما وأنا صغير لما كنت بروح لجدتي البلد كانت بتحكي لي دايما عن نداها ورجل مسلوخة، الحواديت المصرية اللي كانت في كل بيت تقريبا. بس أنا مش عارف ليه وقتها كنت بحس فعلا إن أنا جوه الحدوتة. وفي يوم وأنا راجع من الشغل لقيت حسن ابن خالتي بيكلمني، بيقول لي ما تيجي تقعد معايا يومين في المزرعة. المزرعة فاضية وأنا محتاجك تساعدني في شوية حاجات. الصراحة أنا وافقت على طول، كنت محتاج أغير جو من زحمة القاهرة وأشم شوية هوا نضيف كده من بتوع الأرياف. وصلت البلد في نفس اليوم. الطريق كان ضلمة وما كنتش سامع غير صوت كلاب وأنا رايح على المزرعة. وصلت أول المزرعة كان سور طويل مبني بالطوب الأحمر، وبوابة حديد باين عليها الصدى، وورا السور مساحة واسعة من الزرع. أول ما دخلت مش عارف ليه قلبي اتقبض، بس قلت يمكن عشان مش متعود على الجو ده. وصلت البيت عند حسين، غيرت هدومي وقعدنا شوية في الصالة نشرب شاي. قعدنا نحكي عن أيام زمان وأيام طفولتنا وأيام جدتنا الله يرحمها. وبعد حوالي ساعتين حسين لقيته بيقول لي أنا تعبان وهدخل أنام. أنا الصراحة وقتها كان عاجبني الهدوء أوي، فقلت له أنا هكمل قاعدة شوية هنا. وأنا قاعد لوحدي في البلكونة اللي بتبص على الترعة، سمعت صوت خفيف أكن حد بينادي عليا، بيقول يوسف بس بالراحة. كان صوت ناعم أوي أكنه صوت بنت. كان بينده عليا من ناحية الترعة. في الأول أنا افتكرت إن حسين بيهزر معايا، فرحت قايل يا حسين بتناديني ليه، في حاجة؟ بس حسين ما ردش. رحت قايم كده وأنا متجه لأوضة حسين وبقول يا حسين هو أنت عايزني في حاجة بتندهني ليه؟ وبفتح الباب عليه لقيته نايم. رحت قعدت تاني في البلكونة وقلت يمكن صوت الهوا وهو بيخبط في الشجر مثلا. بس بعد حوالي دقيقتين سمعت حد بينادي عليا تاني، بس المرة دي كان الصوت أقرب شوية. كان بيقول لي يوسف تعالى. الصوت أنا كنت حاسه طالع من جوه مية الترعة. أنا الصراحة شخصية فضولية جدا، فرحت منور كشاف الموبايل ورايح على الترعة. وأنا في دماغي وقتها إن في حد من قرايبنا مثلا بيهزر معايا. وأنا رايح على الترعة كان الجو هادي خالص، حتى صوت الهوا وقف فجأة. بس أول ما قربت من الترعة شفتها، كانت واقفة في الناحية التانية من الترعة. بنت شعرها طويل جدا ومغطي نص وشها، لابسة فستان أبيض مبلول كأنها لسه طالعة من المية. وقفت بصيت عليها وشها ما كانش باين قوي، فقلت لنفسي يمكن دي واحدة من البلد بتغسل في الترعة حاجة. هي ما كانتش وصالي بس أنا برضو كنت سامعها بتنده عليا. أنا وقتها ناديت عليها بس ما ردتش عليا. بس بعد حوالي مثلا نص دقيقة لقيتها بتبصلي. أنا أول ما شفتها قلبي وقع في رجليا. شكلها كان غريب قوي، كان نص وشها ملوش ملامح والنص التاني بنت عادية طبيعية أمورة، بس عينيها الاتنين ما كانوش موجودين. وبعدين لقيتها بتضحك لي وبتقول لي ما تخافش تعالى. أنا من رعب التليفون وقع من إيدي، وطيت أجيبه وأول ما بصيت لها تاني ما لقيتهاش. جريت على البيت بسرعة بس قبل ما أقفل باب البيت سمعت صوتها تاني، بتقول لي هرجع لك تاني يا يوسف. أنا قلت الليلة دي شكلها مش هتعدي على خير. تاني يوم صحيت الصبح وأنا حاسس إني ما نمتش أصلا. الليل كله بصحى على كوابيس غريبة. كنت بحلم إن في حد بيشدني من رجلي وأنا نايم، ولما أصحى ملاقيش حد بس ألاقي في آثار لطينة ناحية السرير، كأنها فعلا هي اللي كانت بتشدني بالليل. بس أنا حاولت أقنع نفسي برضو إن دي كلها أوهام، وإن اللي حصل لي ده حلم مش حقيقة. عملت لي كوباية شاي وطلعت البلكونة أفضي دماغي. وحسن كان في المزرعة من بدري، فأنا كنت قاعد لوحدي. قعدت على البلكونة وبصيت على الترعة، بس المرة دي كان في ضوء الشمس على الترعة، يعني المفروض ما كانش في حاجة تخوف. بس وأنا بشرب الشاي سمعت حاجة نفس صوتها كان جاي من الترعة تاني. حطيت كوباية الشاي على الترابيزة وبصيت تاني على الترعة، بس ما كانش في حد، مع إني كنت حاسس إن في حد جوه المية بيراقبني. فضلت قاعد شوية لحد ما قلت خلاص بقى كفاية جنان. أخدت الكاميرا بتاعتي وقلت أصور شوية صور للطبيعة، يمكن التصوير يلهيني عن اللي في دماغي ده. قعدت أصور الأشجار وأصور الترعة وأصور نفسي سيلفي. بس الغريب إن أنا لما كنت براجع الصور لقيتها واقفة في صورة هي اللي شفتها بالليل، شعرها مغطي نص وشها والفستان الأبيض المبلول. بس الغريب إن أنا لما رجعت الصور تاني ما لقيتهاش في الصورة. أنا وقتها قلبي وقع في رجليا وجريت على البيت، قفلت الباب كويس وقعدت في الصالة وأنا مرعوب. وقعدت أقول لنفسي يمكن أنا تعبان شوية من ضغط الشغل أو عشان الليلة اللي فاتت. بس وأنا قاعد سمعت خطوات في الدور اللي فوقي. الخطوات كانت بطيئة جدا، وصوتها كأن حد ماشي بالراحة على الخشب. أنا قلت يمكن حسن رجع من المزرعة. طلعت السلم وأنا بنادي عليه، حسن أنت فوق؟ بس برضه ما سمعتش رد.
وأنا قاعد أطلع بالراحة للدور التاني، وصلت لآخر الدور ما لقيتش حد، بس كان في باب كده قدام السلم لقيته مفتوح، وطالع منه ريحة غريبة زي ريحة الترعة اللي أنا شميتها الصبح. وأول ما قربت من الأوضة اللي قدام السلم سمعتها بتتكلم تاني، بتقولي يوسف أنا هنا. زقيت الباب بسرعة بتاع الأوضة عشان أدخل أشوف، بس ما لقيتش حد. الأوضة فاضية، بس كان في مراية على الحيطة كانت بتتهز أكن حد خبطها وهو بيجري. قربت من المراية وأول ما بصيت فيها شفتها واقفة ورايا، بس المرة دي كان وشها واضح جدا. وشها كان نصه متاكل ونصه عادي، كأن حد واكل نص وشها. لفيت بسرعة وأنا بصرخ بس ما لقيتش حد. رجعت أبص في المراية تاني ما لقيتهاش، بس المراية كان مكتوب فيها بخط صغير كده ما تهربش. وفجأة سمعت الباب الرئيسي بتاع المزرعة بيخبط جامد، كأن حد عايز يدخل المزرعة أو يخرج من المزرعة. الليلة دي أنا كنت على أعصابي، أي صوت بيطلع بيرعبني لدرجة إن أي نسمة هوا بتعدي كنت بحسها إيد بتلمسني. وقتها أنا قعدت في الصالة وشغلت التلفزيون عشان أسمع أي صوت وما بقاش لوحدي، بس أنا جوايا ما كنتش عارف أهدى. كنت قاعد أقول لنفسي إن اللي حصل امبارح ده مش عادي، أنا شفتها، والنهاردة أنا شفتها في المراية كمان، وكل شوية أسمع صوتها، وإحساسي جوايا إنها لسه هنا. الساعة وقتها كانت قربت على 1:30 بالليل، بس فجأة سمعت باب الحديد بتاع المزرعة بيفتح لوحده. رحت على الشباك أبص، بس الضلمة كانت مغطية المكان، ما كنت شايف أي حاجة من الضلمة، بس سمعت صوتها بتقولي أنا موجودة معاك على طول. قفلت الشباك بسرعة وأنا بترعش من الرعب، وفجأة سمعت باب البيت بيخبط. فأنا من رعبي قلت مين، حسين؟ مع إن أنا عارف إن حسين نايم في الأوضة، بس لقيت نفس صوت الناعم بيقول لي افتح يا يوسف افتح أنا مستنياك. أنا قعدت مكاني مش عارف أرد، مش عارف أصرخ، مش عارف أجري، مش عارف أعمل أي حاجة. بعد حوالي 5 دقايق كده من الهدوء التام طلعت لحسن أصحيه عشان أفهم اللي بيحصل ده. وأنا رايح على أوضة حسن لقيت طالع من الأوضة بتاعته نور أزرق خفيف، وأول ما قربت من الأوضة سمعت زي نقط مية بتنزل على الأرض، ولقيت آثار لمَيّة في أول الباب. دخلت الأوضة ما لقيتش حسن موجود، بس على السرير كان في طرطشة مَيّة، الملاية كانت مبلولة جدًا، وسمعت تاني صوتها من ورا ضهري بتقول لي: "ليه بتبعد عني؟ تعالَ شوفني." لفيت بسرعة لقيتها واقفة عند الباب، المَيّة بتنقّط منها والفستان لازق عليها كأنه حتة من جسمها، ووشها كان زي ما هو، نُصّه بنت أمورة والنُص التاني كأن النار واكلاه. فضلت بص فضلت بصّة لي شوية وبعدين ضحكت وقالت لي: "كنت فاكر إنك هتعرف تهرب؟ أنا ناديتك وأنت سمعتني، خلاص أنت بتاعي." أنا وقتها حسيت إن جسمي بيتشل، رجلي مش راضية تتحرك وصوتي مش قادر يطلع. كل اللي قدرت أعمله إني أقفل عيني، ولمّا فتحت عيني بعد شوية ما لقيتهاش، بس آثار المَيّة على الأرض ما راحتش. وفي نُص الأوضة لقيت كلمة مكتوبة من الطين: "الليلة الجاية الترعة هتناديك." رجعت أوضتي بسرعة وأنا مش مستوعب اللي بيحصل لي. قعدت على السرير وبعديها سمعت صوت حسن داخل البيت بينده عليا وبيقول لي: "يوسف أنت سمعت صوت البنت اللي بتغني؟" أنا ما كنتش عارف أرد عليه أقول له إيه، هو وقتها افتكرني نمت وراح داخل أوضته. تاني يوم أنا وحسن قاعدين في الصالة، هو حاسس إن أنا شُفتها وأنا حاسس إن هو يعرفها، بس قاعدين ما بنتكلمش، باصين لبعض وما بنتكلمش. كل واحد فينا عارف إن التاني حاسس بنفس الخوف اللي هو حاسه. وفجأة لقيت حسن بيقول لي بصوت واطي: "يوسف، في حاجة غلط في المكان ده." من يوم ما رجعنا المزرعة والترع شكلها بقى متغير. بصيت له وسألته: "أنت قصدك إيه بمتغير؟" قال لي: "يعني حتى السمك ما بقاش يظهر، والنور لما بيجي عليها تحسه بيتسحب لجوه، كأن المية بتشفط النور جواها مش بتعكسه." أنا وقتها مش عارف أرد عليه أقول له إيه، كل اللي في دماغي الجملة اللي شُفتها: "الليلة الجاية الترعة هتناديك." مش عارف ليه فجأة لقيت نفسي باقوم وباقول له: "أنا لازم أعرف إيه اللي بيحصل." أكن جالي انهيار عصبي وقتها. قُلت له: "أنا لازم أنزل الترعة بنفسي دي وأشوف فيها إيه." وقتها حسن صرخ فيّا وقال لي: "أنت اتجننت يا يوسف؟ الترعة دي غرق فيها حوالي 20 واحد، والناس كلها بتقول إن الترعة دي ملعونة." أنا وقتها في حالة الانهيار دي أنا مش سامع حاجة، أنا متجه على الترعة. طلعت من البيت ورُحت ناحية الترعة، وأنا ماشي كنت حاسس إن ما فيش صوت حواليّا، في صوت هدوء بس، ولا سامع صوت الكلاب ولا سامع صوت العصافير ولا سامع صوت الهوا ولا أي حاجة، لحد ما سمعت صوتها بتقول لي: "يوسف تعالَ." صوتها كان جاي من جوّه المَيّة. بصيت في المَيّة لقيت حاجة بتتحرك بالراحة تحت المَيّة،
وبتقرب من الشط ناحيتي. واجهت الكشاف عليها لقيتها هي، ولقيتها طالعالي من جوه المية. وفجأة لقيتها بتبصلي وبتقولي انت سمعتني وجيت خلاص، مكاني بقى جواك دلوقتي. ولقيتها مسكتني من رجلي وبتشدني في المية. الغريب ان انا مش قادر اقاوم. وفجأة لقيت في ايد ماسكة دراعي وبتشدني لفوق. ببص على الايد لقيته حسن بيشدني وهو وشه مرعوب. طلعني بره المية. بس الغريب ان انا كنت مستسلم وقتها خالص. واول ما طلعت سمعتها بتقولي تاني ما خلصناش يا يوسف، لسه اللي جاي. وبعدين حسن سندني وخدني على البيت. قعدني في الصالة بس وشه كان مرعوب، كأنه يعرفها كويس. سألته هو انت شفتها؟ لقيته بيرد عليا وهو ما بيبصليش. لأ بس أنا شفت نفسي جوه المية. ولقيته بعدها بيقولي أنا تعبان وهدخل أنام. أنا تاني يوم صحيت لقيت نفسي نايم مكاني في الصالة، وحسن قاعد في أوضته وما بيكلمنيش، بس بيكلم نفسه بكلام مش مفهوم. بس لما ركزت في اللي هو بيقوله لقيته بيقول هي حلوة يا يوسف مش زي ما الناس بتقول، بس أنا لازم أروح لها لازم أروح لها. دخلت عليه بسرعة لقيته واقف عند الشباك بيبص على الترعة. شدته من ناحية الشباك وقلت له انت بتعمل ايه؟ دي هتموتك يا حسن. بصلي بنظرة غريبة جدا وقال لي وهو هادي جدا انت مش فاهم يا يوسف، هي نادتني وانا سمعت. وقبل ما ارد عليه سمعت صوت في المطبخ، صوت خبط جامد ومية بتنقط بسرعة. جريت ناحية المطبخ وأول ما فتحت الباب لقيت المطبخ كله غرقان بالمية، ونفس ريحة الترعة طالعة منه، كأن المية دي مش مية الحنفية، مية الترعة. وسمعت صوت كان واضح جدا، كان صوت بنت بتغني أغنية حزينة قديمة جدا، كلماتها مش مفهومة بس لحنها كان حزين جدا. وفجأة سمعت صوتها بتقولي سيب حسن ليا وأنا هسيبك في حالك. وقبل ما أرد سمعت صوت ضحك ملا البيت كله. جريت على حسن في الأوضة بس ما لقيتوش. لقيت شباك أوضته مفتوح وفي أثر مية خارجة من الشباك. قعدت أنادي باسمه وأنا بجري على الترعة، وكل اللي أنا سامعه صوته، صوته بيغني نفس الأغنية الحزينة. فضلت واقف قدام الترعة والمية بتتحرك بالراحة. وفجأة لقيت وش حسن طالع من الترعة، عينه كانت مفتوحة وضحكته كانت غريبة. أنا وقتها قعدت أصرخ وأنده عليه، بس فجأة لقيته اتسحب لتحت وملوش أي أثر. جريت على البيت أخد التليفون أكلم أي حد يلحقنا، بس أول ما دخلت البيت لقيتها واقفة في الصالة بتقولي اللي يدخل المية عمره ما يخرج منها زي ما كان. أنا وقتها كنت في حالة غريبة، قعدت في الصالة مش عارف أتحرك ولا أكلم حد ولا أعمل أي حاجة. وفجأة سمعت صوتها تاني بتقولي يوسف تعالى، بس المرة دي ما كانش من الترعة، من الأوضة اللي ورا البيت اللي مربين فيها الفراخ. لقيت نفسي رايح للأوضة لوحدي، كأن في حد متحكم فيا. الأوضة دي مقفولة من سنين محدش بيدخلها. فتحت الباب ودخلت لقيت الباب اتقفل لوحده، ولقيت مية طالعة من الأرض لحد نص ركبتي. وفي الركن لقيت ترابيزة عليها كاسيت. أنا فاكر الكاسيت ده جدي كان بيسجل عليه حاجات زمان، مش عارف ليه لقيت نفسي رايح بشغله. وأول ما اتكيت عليه سمعت صوت جدي بيقول تجربة رقم 12. الصوت جاي من جوه المية، الصوت بيكلمني وبينده عليا وعايزني انزل الترعة. وفجأة لقيت صوت تاني في التسجيل بتقوله سيبنا اتكلم يا حاج فؤاد، انا محبوسة وانتوا السبب. جدي السبب، هو اللي خلى النداهة تطلع. وفجأة لقيت المية بتتحرك حواليا بتلف زي دوامة صغيرة، وبعد ثواني لقيت وشها في نص المية. كانت قريبة مني أكتر من أي مرة فاتت، عينيها فيها نور أزرق غريب. بتقولي وهي متعصبة جدك وعدني يسمع صوتي للناس، لكن سجلني وسابني هنا، وانت حفيده لازم تكمل وعده. والمية بدأت تعلى أكتر ولقيت التسجيل لوحده اشتغل وصوتي أنا طالع منه، وبقول أنا سمعتها واللي يسمعها يبقى جزء منها. أنا وقتها قعدت أصرخ وأقول أنت عايزة مني إيه؟ لقيتها بتضحك وبتقولي خلي صوتي يطلع. وفجأة لقيت الدنيا كلها بقت ضلمة حواليا، وآخر حاجة شفتها كان وشها وهي بتقرب عليا. وصحيت بعدها لقيت نفسي في المستشفى وفي صوت ناس حواليا بيقولولي إنهم لقوني على باب المزرعة مبلول كلي ومش لاقيين حسن. بس الغريب إن أنا لما فقت ورجعت المزرعة كل التسجيلات بتاعت جدي ما لقيتهاش، ما لقيتش غير شريط واحد فيه صوتي أنا بقول فيه إن الندهة مش بتغرق الناس، هي بتاخد أصواتهم عشان تعيش فيهم. ولحد النهاردة وأنا بحكي القصة دي لسه كل ليلة قبل ما أنام بسمع صوتها بيقولي يوسف تعالى المزرعة.